السلام عليكم اصدقائي، كيف عاملين؟ كنتمنى تكونوا في افضل الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. المهم اصدقائي، جبت لكم واحد الخبر اللي هو خبر محزن بزاف. صالح فنان امازيغي كبير اللي هو صالح الباشا. صالح الباشا اللي كيحظى بواحد الشعبيه كبيره بزاف وكيعرفوه المغاربه والامازيغيين بالاغاني ديالو. اليوم اصدقائي كنتفاجئوا بالخبر ديال الوفاه ديالو، بحيث انهم عثروا على الجثه ديالو داخل المنزل ديالو الكائن بحي اكيو بجماعه دريرغا يوم الاربعاء، بحيث ان صالح اختفى على الانظار منذ يومين. وفعلا المقربين ليه بداو كيتسائلوا فين اختفى صالح، خصوصا ان صالح ما كانش مزوج وما كانش عنده وليدات، يعني الشيء اللي خلاه انه يعيش بوحده داخل المنزل ديالو. فعلا بعد ما بلغوا المقربين وكذلك الناس اللي كانوا كيتسناو انه يظهر، حيت كان عنده واحد الحفل اللي غادي يحييه، بداو كيقلبوا ما لقاوش، فقرروا انهم يبلغوا السلطات. بعد ما دخلوا السلطات وفعلا اقتحموا المنزل ديالو، كيلقاوه انه جثه هامده. وفعلا الدرك الملكي بالدرارقه قام بنقل الجثه ديالو، وفعلا من موراها فتح تحقيق في الموضوع بامر من النيابه العامه المختصه. فعلا أصدقائي، صالح كان من أكبر الأسماء في الساحة الأمازيغية أو الساحة الفنية الأمازيغية، بحيث أنه كيتعتبر شاعر كيحظى بشعبية واسعة بزاف بمنطقة سوس. تزاد سنة 1965 في دوار إذوكرد بإقليم الصويرة. كانت البدايات ديالو الفنية وعشقه للموسيقى وفن الرويس منذ الصغر ديالو. كنتمنى اصدقائي انكم تدعوا معه بالرحمه والمغفره لصالح الباشا الفنان الكبير والراحل اللي غادرنا فعلا في وسط ذهول المحبين ديالو وكذلك الوسط الفني. المهم اصدقائي، بهذا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم وعلى الكومنتات ديالكم الغزالين. قبل ما ننهي الفيديو، يا ربي تصبر العائله ديالو وكذلك المقربين ليه، وما تنسوش دعوا معاه في الكومنتات، وكنبغيكم بزاف.